في الحياة قواعد نعيش بيها، قواعد زي الكيمياء والفيزياء. انت ليه بتخبط في الحيط؟ عشان انت مش عارف القواعد. انت لو عرفت في الموقف ده اتصرف ازاي هتستريح كتير، لانك فهمت، لانك عارف ربنا عايز منك ايه لما يحصل لك ايه تتصرف ازاي. الفهم عن الله موضوع فيه حاجات كتيرة جدا. الفهم عن الله وتفسير القرآن، لا ده مش ده اللي احنا جايين نتكلم فيه. الفهم عن الله والتشريع والحلال والحرام والفقه، مش ده اللي احنا جايين نتكلم فيه. الفهم عن الله وأدلة الوجود والرد على الإلحاد، مش ده اللي احنا جايين، امال احنا جايين نتكلم فيه. الفهم عن الله في الحياة، أعيش إزاي لو ضاق عليا الرزق قوي؟ إيه القاعدة من قواعد الفهم عن الله في الحياة اللي تخفف عني وتخليني أستمر من غير ما يأس؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال وتكونوا يا رب مجبورين الخاطر باذن الله. النهارده جبت لكم بفيديو كده خفيف وفي نفس الوقت برضو فيه حبه حاجات حلوين. هنعمل اكتر من حاجه ومش هياخد وقت. يعني تخيلوا الفيديو كله اصلا اقل من 10 دقايق، وان شاء الله يكون فيديو خفيف على قلوبكم وتحبوه. بصوا، انا كنت بتبل فرخه كامله هشيلها في التلاجة، هعملها على يومين وهشويها. ففي نفس الوقت هتبلها مره واحده. واحلى حاجه لما تيجي تعملي الفراخ المشويه تتبليها وتسيبيها كده يوم في التلاجة، بتشرب حلو قوي من طعم التتبيله، وكمان اللحمه بتاعتها بتطرى كده وتبقى حلوه في السوا. بصوا بحط ايه بقى في الكبة بتاعتي. حطيت بصلتين، لو بصلتين كبار او 3 كده متوسطين، وطماطم وفلفل رومي، وكمان يعني واحدة كده من فلفل السبايسي، بس لو عندك اطفال ممكن ما تحطيش او تحطي حاجة بسيطة قوي، وتوم ونص ليمونة. وكمان هنا بحط التوابل بتاعتي: فلفل اسود، بابريكا، كمون، وبهارات وكزبرة ناعمة، بس كده. ممكن بقى تحطي ورقة لوري، بس انا ممكن احطها في الاخر ما اضربهاش في الكبة، لان انا باخد التتبيلة دي اصلا في السوا بتاع الفراخ، باخدها من الصينية واحطها في طبق كده كصوص اضافي، بيبقى تحفة جدا. فممكن تحطي ورقة اللورا بعدين بعد ما تكوني خلاص ضربتي الخلطة دي، وانت جاية بقى بتحطيها كده في الفراخ تحطي ورق لوري، برضو بيدي نكهة حلوة. العسل بقى الابيض ده بيبقى، ولو ما عندكيش عسل ابيض حطي عسل اسود، هيطريلك خالص الفراخ، وفي نفس الوقت بيخلي السوا بتاعها اسرع بكتير. يعني بصي مش هتبقى ناشفه بقى ولا مجلده او بتشد، لا خالص، هتبقى طريه وطعمها حلو جدا. حطيت معلقه عسل نحل وحطيت كمان ملح. ظبطي بقى الملح بتاعك على حسب كميه الفراخ. وهحط زيت، وكمان هحط زبادي. ماشي، الزبادي برضو حلو قوي في تتبيلات الفراخ والبانيه، لان هو بيطري قوي من لحمه الفراخ. بس هحط بقى كل ده واضربه في الكبة، وبعد كده امسك الفراخ بتاعتي اللي انا غسلاها كويس ومصفياها كويس. اهم حاجة عشان تتبلي فراخ او بانيه ما يكونش فيه مية، لان المية دي بتبقى بتدخل في التتبيلة فبتغير لك طعم وريحة التتبيلة. لا، سيبي الفراخ تتصفى كويس، او مناديل المطبخ عندك نشفي بيها الفراخ، وبعد كده ابدأي بقى شربيها بالتتبيلة والخلطة اللي انت عاملاها. بصوا بيكون الصراحة طعمها تحفة تحفة تحفة. الأول خالص ما كنتش بعمل الفراخ مشوية، كنت ممكن أعملها مثلا بخضار وأحطها في الفرن، مثلا أعملها صينية بطاطس. لكن بعدين لما بقيت أعملها مشوية لوحدها كده، هتستغني عن الفراخ المشوية اللي بنعملها بره، بنشتريها من بره، وبيكون كمان سعرها الضعف، فلا. وكمان حلو قوي لو انتي ما عندكيش وقت، او مثلا عندك اولاد في المدارس وبتستصعبي كل يوم وقفة المطبخ، اعملي التتبيلة دي وسيبي بقى مثلا فرخة ونص، فرخة كاملة، على حسب بقى انتوا بتاكلوا الفراخ على قد ايه، وسيبيها في علبة مثلا محكمة الغلق في التلاجة، او في الفريزر لو انتي هتسيبيها اكتر من اسبوع. بصوا بتطلع وبتبقى حلوة جدا وبتسهل عليكي وقفة المطبخ، ويا دوبك فرن سخنة وهتدخلي الفراخ وهتطلع جميلة ومستوية. هنا الفراخ بتاعتي كانت اتغسلت واتصفت كويس ونشفتها. حطيت بقى التتبيلة بتاعتي وبعمل ايه، بديها نغزات كده بالسكينة. الوراك او الصدر نفسه بمسك كده بديله نغزتين 3 علشان التتبيلة تدخل جوه اللحم. ومن تحت الجلد برضو ابدأي انك انتي تعملي لها مساج كده، بتخلي التتبيلة تروح في كل حتة في الفراخ بتاعتك بس. وبعد ما اعمل كل الكلام ده هغطيها، لو عندك استرتش رول، عندك الكياس اللي بتغلف الطبق، عندك الكياس العادية عموما، انا هغلفها بكيسين عاديين خالص، وما بيكونش اي ريحة بتطلع في التلاجة ولا تكرف لك اي حاجة في التلاجة. بعملها بكيس من الناحية دي وكيس من الناحية دي وبس، واحطها في التلاجة. اقل حاجة سيبيها في التلاجة مثلا من ساعتين ل3 ساعات، علشان فعلا تكون الفراخ شربت من طعم التتبيلة.
أكتر من كده هيبقى حلو أوي، يعني لو سِبتيها يوم كامل في التلاجة حلو أوي، إنِّك مثلًا تعمليها بالليل والصبح بقى مثلًا تاني يوم على ميعاد الغدا مثلًا قبلها بساعة تطلّعيها وتدخّليها فرن سخنة، هيبقى حلوة جدًا وهتكون شربت أوي من التتبيلة، لكن إنِّك تتبّليها وتدخّليها الفرن على طول بتكون لسه ما شربتش التتبيلة أوي والزبادي والعسل ما طرّاش اللحم والنسيج بتاع الفراخ كويس، فممكن تشد معاكِ شوية في السوا. اعملي بقى بالطريقة دي وادعي لي واكتبي لي في الكومنتات لو أنتِ بتعمليها بنفس الطريقة. ولو أنتم لسه جداد في القناة يالّا كده تابعوا أختكم وفرّحوها بالاشتراك واللايك والكومنتات الحلوة منكم، علشان دي أكتر حاجة بتحفزني. يعني عايزة أقول لكم والله العظيم إن الكومنتات واللايكات ما بتضيفليش فلوس، يعني لأ خالص، هي بس بترفع الفيديو، يعني لمّا بيكون فيديو مثلًا كل حد بيشوفه بيعمل عليه comment أو لايك بيتعرض لحد تاني، اليوتيوب نفسه بيقترحه على أشخاص تانية، لكن لو مثلًا أنتِ عجبِك الفيديو وما عملتيش لايك أو comment فبالتالي كل اللي ما بيعملش الفيديو ما بيترفعش لحد، فبالتالي كل اللي أنا باعمله ما بيوصلش خالص، فربنا ييسّر للجميع كده وكل اللي نِفْسه في حاجة يا رب ربنا يجبره بيها، وإن شاء الله ربنا يحقق كل حاجة نِفْسكم فيها. بُصّوا غلّفت الطبق كويس ودخّلته بقى التلاجة سوري، وطلّعته كده قبل ميعاد الأكل بساعة إلّا ربع ودخّلتها للفرن. هنا الرز البسمتي أنا باحب أعمله بالطريقة دي، إن أنا أخرّط كده بصلاية متوسطة وأحطها على زيت على النار، على حلة يعني على النار، وبعد ما يتشوّح شوية أنزّل الرز اللي هو متصفّي، يعني أنا غسلته متصفّي كويس وأشوّحه، واحط له إيه بقى، باحط كركم، كاري وقرفة، ولو عندِك القرفة العيدان عندِك، القرفة الناعمة ماشي، وكمان ملح وسِنّة من الفلفل الأسود، وبعد كده بانزل بالرز يتشوّح وأزوّده المَيّة وخلاص. هنا بقى بُصّوا باحط الفراخ على باعمل لكم صينية كرم الشام أو صواني اللي بتتعمل في محلات الفراخ. الصوص ده اللي هو بيكون الخلطة اللي إحنا عملنا بيها الفراخ بس في التسوية بينزل كده في الصينية بيبقى حلو أوي. والتاني ده الدقوس، يعني صلصة الدقوس أو سلطة الدقوس دي بتبقى حلوة أوي مع الرز البسمتي ومع المشويات عمومًا، بتبقى طماطم وفلفل وبقدونس وتوم وليمون في الخلاط وخل وملح. بُصّي بتبقى حلوة جدًا. بُصّوا باقول لكم طعم الأكل كان تحفة. هنا برضه كنت خلاص مشغّلة الفرن عندي كان سخن وكنت غاسلة البطاطا، بادّيها كده فتحة صغيّرة وادخّلها الفرن بقى تستوي. بالذات بقى إن إحنا داخلين كده على شتا، فمن أحلى الحاجات اللي إحنا بنحبها عمومًا في الشتا السحلب، البليلة، البطاطا، إيه تاني؟ إيه تاني من الhot chocolate بس أنا ما ليش في الhot chocolate أوي، لأ هو ممكن البليلة بلبن، البطاطا، إحنا قُلنا إيه تاني؟ السحلب، دول أكتر حاجة عمومًا كلّنا بنحب نعملهم في الشتا. بُصّوا خلاص دخلتها الفرن، وبعد كده هاورّيكم أكتر من حاجة أنا جمّعتها في الفيديو ده، بس حبيت أجمّعها لكم علشان هي حلوة أوي، وفي نفس الوقت يبقى الفيديو فيه أكتر من حاجة كده ويبقى تشجيعي وخفيف على قلوبكم. هنا وأنا بافضّي البقسماط أولًا ما بافضّيش بقسماط جديد على قديم، يعني لو عندي في البرطمان حتى لو معلقتين لأ، باستنى يخلص خالص لإن بيكون تاريخ الصلاحية مختلف، فخلّي بالِك من النقطة دي، ما تفضّيش حاجة جديدة على حاجة قديمة ويكون الصلاحية بتاعتها مختلفة. بحاجة بقى تانية باعملها، شُفتوا الرباط بتاع الكيس ده مش بارميه، ده بيبقى حلو جدًا، بيلِف على الحاجة عندِك أي حاجة بسلك في المطبخ، في التسريحة، في الأدراج عمومًا، بيحافظ لِك بقى على الترتيب إن هي ما تكونش السلك بتاعها مبهدل في الأدراج والضرف، فبيلم لي الدنيا. أنا باحب أوي أحتفظ بالحاجات دي، عشان أي حاجة هاجيبها وليها سلك عمومًا، أطلّع الرباط ده وأربطها وتبقى الدنيا مهندمة شوية. بُصّي المنظفات دي حلوة جدًا، جدًا، وبديلة كمان للمقاطعة، يعني عندِك البريكس الكلور حلو أوي، والبريكس الألوان ده حلو أوي كمان في المسح، يعني لو أنتِ كنتِ بتستخدمي مثلًا جنرال أو عندِك كمان ديتول، لأ هاتي بريكس حلو أوي في التنضيف، إذا كان سيراميك أو مسح حلو جدًا. عندِك برضه الأوكسي بديل مثلًا للبرسيل أو الأريال حلو أوي برضه في التنضيف، وريحة نسيم الشرق بتفضل كده ثابتة شوية في الهدوم، فباحبه أوي الصراحة. برضه gentle ده بديل يعني أرخص شوية من fine وsoft rose، soft rose وfine دلوقتي عاملين 30 لأ ده ال3 مع بعض ب65 جنيه. وكده وصلنا لنهاية الفيديو النهارده، يا رب يكون فيديو خفيف على قلوبكم، ونتقابل في فيديو جديد، شكرًا ليكم وشكرًا للمتابعة، باي باي.